وانا بقول لكم من دلوقتي الزمالك لن يقبل ان يكون في حكم مصري يحكم مباراه قادمه بالصوره دي. الصوره دي النهارده انت بتقرب النادي الاهلي من الدوري، تعادل مع فيوتشر، بيتلغي هدف لاحمد عاطف وبيتلغي هدف للاهلي. بتاع الاهلي واضح مليون في المية للتسلل على علي معلول، الثانيه واضح ان في واحد مغطي. مش عارف اتكلم النهارده ظلم باين للاسماعيلي. يا جماعه مش معقوله، بيقولوا لي اهدى ازاي؟ يعني انا اهدى ازاي؟ كل شويه ظلم. بشكرك كابتن ياسر، بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك كابتن كريم، وسيبني بقى عشان الحق والنبي خالد. الحقه بقى عشان زمانه عامل قصه على ضربه الجزاء. لا وانا السبب انا اللي قلت له تمام. حبيبي يا كابتن الله يخليك، دايما بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك كابتن ياسر عبد الرؤوف، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كمان زملائي في الاخراج وفي الاعداد، طبعا رئيس التحرير زميلي العزيز محمد عراقي وكل فريق الاعداد، ان هم كلموا. انا قلت مش هعرف اتاكد غير لما نكلم اللعيب نفسه، وبصراحه اللعيب محمد حسن رد عليهم، بس قال لهم انا ممنوع ان انا اطلع اتكلم في البرنامج يعني، او في اي برنامج. النادي الاسماعيلي مانع يعني، او كابتن حمزه الجمل مانعين اللعيبه من الاحاديث الاعلاميه. والراجل محمد حسن لاعب الاسماعيلي قال لهم لا، الكره جت في ايدي. فالراجل يعني بشكره بصراحه انه فير، ولد فير محمد حسن، وقال حق ربنا يعني. بس هي طبعا الكاميرا بتاعت الفار او كاميرا او زوايا الكاميرات ما وضحتش ان فيها هاند بول، لكن انا استشفيت كده من رد فعل محمد حسن وما فرحش بعد الهدف. حتى بعد ما الفار وكابتن احمد الغندور لغى الهدف برضو ما اعترضش، فقلت لا في حاجه. لما شفت برضو محمد الشناوي حارس الاهلي بيعمل على ايده كده، يعني بيقول للحكم ان هي جت في ايده، فبرضو ده انطباع. ومحمد حسن قفل القصه وقال لك لا، الكوره جت في ايدي، وبالتالي يبقى هدف غير صحيح للنادي الاسماعيلي. ومحمد حسن قفل القصه وقال الحقيقه اللي حصلت في المباراه. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. ليه؟ لان انا واد بضان وكنت واد بضان، وانا لسه بضان على فكره، بس انا بحاول اقلل بضاني عليكم. وانا بضان ليه؟ لان انتوا بضان.